هذه هي أقدم وأغرب طريقة لشوي الدجاج بكل بغداد، والموضوع كلش بسيط، عبارة عن دجاج عراقي وصلصة المعجون اللي بيها بس ملح، لكن السر يكمن بطريقة الشوي اللي تكون على الحطب والتكنيك الخاص بهم. هسه هذا هو مستوي بس على النص، فاحنا ايش راح نسوي؟ راح نطي وجهه، مو صحيح؟ استوى يعني ياخذ هذا استوى يعني نار قويه 10 دقائق. حلو. هاي ليه جاي تقصها انت منه؟ هذا كوريد هنا قصه على مود يطلع الدم مالته. مالته. حلو، هذا موضوع تشريح ما له علاقه بالشوي حجي. ايش قص صار لك بهاي المصلحه؟ 35 سنه. هسه هذه كملت، راح نقلبها على الوجه مالتها وخلص ما راح تكمل، مو صح؟ اي هاي هسه حسيتوا عنه هذيك حسيتوها. هذه مستوى هي؟ اي هاي عنه وراح نقلبها بهالطريقه هذه. واحدة من الأشياء اللي أحبها بالأماكن الشعبية هي الأجواء، صدقوني الأجواء اللي تاكلون بيها بالإضافة للناس اللي وياكم ممكن يأثرون حتى على طعم الأكل. لا هاي حركه خطيره، هذا الدهن مال الدجاج، ايش راح اسوي له بعد؟ حلو، هو هذا التوست تكون خبزه مكسبه بدهن الدجاج. الموضوع بكل بساطه عباره عن دجاج وحطب بس. من شو وقت هذا المطعم موجود عمو؟ هذا من 97. هذا من ال97 موجود بالأعظمية. شوف الدجاج مالتهم كان كلش طيب، والخدمة بسيطة، خدمة شعبية، موجودين شباب صغار دا يشتغلون، والطاولات كلش متواضعة، والحلو بيهم انه عندهم مكان خاص بالعوائل. هالمكان اسمه دجاج ابو ابراهيم، موجود بالأعظمية، ويمكن اذا دورتوا بالجوجل ماب او حتى بالويز راح تلقوه حتى تسهلون الموضوع عليكم. يفتح من العصر لحد وقت متأخر من الليل، يمكن يوصل الساعة 2 او 3 او على حسب الرزق. الطعم مالته كلش طيب، والتجربة تستحق انه تخوضوها.